السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد من صراحة جدا. الموضوع لنا نهار اليوم راح يكون حول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واللي تعتبر أيام مباركات لتقرب إلى الله عز وجل. وبهذا اليوم نزلنا شارع باش نسألوا المواطنين واش هي الأعمال المفضلة اللي لازم يقوموا بها في هذا العشر. ما نطولش عليكم، خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا آرائهم. تابعوا معنا. رانا مقبلين ان شاء الله على 10 ايام، وهذه الايام عظيمه عند الله عز وجل، هي العشر الاوائل من ذي الحجه. واش تعرف على فضائل هذه العشر؟ بون العشر الاول، السلام عليكم. او 10 اوائل ذي الحجه مليح واحد يصدق فيهم، يصوم يبروفيتي فيهم، باسكو هاد كيما نقولوا حنا بيبان الرحمه تكون مفتوحه، هي مفتوحه على العام صح. في العشر هذو الاوائل تاع ذي الحجه تكون بوكو بلوس، الواحد يمد كاع واش عنده، يصوم يصدق يصلي يدعي ربي يقوم الليل، باسكو هاد العشر اللي ربي شغل فيها كذلك وقفه عرفه، وربي شغل هذه الايام مستحبه عند الرحمن. يكثر من الصلوات، وبغير الناس في مكه يكثر من الصيام على كل حال، خاصه في الايام ايام مفضله في الصيام، مفضله في الصدقه والزكاه، ويعني كل امور الاعمال الخيريه الانسان قادر يتوصل اليها ولا في استطاعته يعني يتمكن. في الاحسن يعني انتهاز الفرصه في هذه الايام العشر. وفي يوم عظيم ايضا هو يوم عرفه، وهو يوم النحر ايضا. يوم عرفه بالنسبه للحجاج يقول يوم عرفه، يوم يقول لك الحج عرفات، يعني الانسان ينتهز الفرصه في عرفات، وبغير عرفات ينتهز بالصيام والصدقه والزكاه وغيره، كل الاعمال الخيريه اللي الانسان باستطاعه ان يقوم بها. فيها مغفره واسعه، وكما نقولوا من عند الرحمن عز وجل. وفي هذه الايام ربي يغفر الذنوب ويغفر لك سنه، وقلنا ويا سنه. وفيها كذلك فيها وقفه عرفه اللي هي شغل ربي اكرمنا في هذه الايام باش غفرنا. ربي ثاني رحيم، على بالو بلي احنا العباد نغلطوا، وربي اكرم عباده بهذه الايام، على خاطر هذه الايام فيها مغفره وتواب. اخو 10 الاوائل ما كاش ما يعرفهمش، حاجه مليحه. واحد يغتنم الفرصه يصوم فيهم، يسبح، يزيد نستناو وقوف عرفه، واحد يصوم فيه حاجه مليحه، الحسنات موراه عيد الكبير، واحد يضحي شعيره من شعائر الاسلام، يقرب ربي باضحيه. واحد يغتنم الفرصه ويدير الحسنات ويعاون يدير الخير ويصوم، يسيكش يصوم العشر ايام، هاد العشر ايام قاع تاع الاواخر يصومهم، يدير الحسنات وربي يتقبل ان شاء الله. هما ايام مباركه، الانسان يغتنم فيهم الفرصه باش يكون يدير يعني ينحي الذنوب تاعو، يعني بالصيام بالنوافل. هذه هي اليوم هذا، يعني الايام هذه مباركه يعني عند رب العالمين، خاصه يوم عرفه. انا الناس الايام هذوما التاسع ان شاء الله. دوكا ولات عندنا معاده ان شاء الله تكون كاع الشعب الجزائري ان شاء الله والامه الاسلاميه كامل ان شاء الله يكونوا كاع الناس تصوم فيها ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله رب العالمين يقدرنا على الدين والطاعه، وان شاء الله تكون كاع ايامنا ان شاء الله دين وطاعه، ماشي غير ايام عرفه ولا ايام رمضان ولا ايام العيد ولا ايام اخرى. انسان يتفكر دينه على طول العام، ماشي غير في المناسبات. وخاش يضاعف الاجر في 10 الاوائل، ماشي كيما ايامات الاخرى. 10 الاوائل هما ربي يفضلهم، هاد العشر الايام يفضل 10 الايام تاع 10 الاوائل ذي الحجه، فضلهم في الايام، وفضل 10 الليالي تاع رمضان. تسمى في 10 الاوائل تاع ذي الحجه واحد يصوم يصدق في النهار، يدير عفايس ملاح، يعاون الناس اللي قد ما تقدر دير الخير دير. وكاين الناس يتسنى فيهم بالريق الناشف، وانا واحد منهم. زعما نقولوا باش نكثر، زعما نقولوا من الصيام، زعما نقولوا البنادم يجبد روح مع شويه عفايس، زعما نقولوا شويه صافي تغتنم الفرصه هذه. اي والله هذيك حاجه باينه اخو، باسكو زعما نقولوا تستنى عام، زعما نقولوا باش تجي، زعما نقولوا والله ولازم لازم تجتهد فيها. هذيك حاجه باينه، لازم البنادم ما يخليهاش تروح هكذا برك. فيما يخص 10 اوائل تاع ذي الحجه، فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه 10 الاوائل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج خطره في حياته، كانت هذيك هي الفرصه اللي كما نقولوا علم فيها السنه، وفيها فضل اخر انه الانسان يشارك الصيام، لانه تماتيك راح تكون
تسمى يشارك الحجاج في وقفة عرفة. الرحمة، الغفران، باش الناس يتسامحوا، باش تكون فيها الصداقة، باش يكون فيها الزكاة، باش يشوفوا الفقير. هذه هي وكاين اللي يصوم فيهم الديامات فيهم كاين اللي فيهم كاين فيهم كاين يصوم نورمال وما كاش كيما الصوم. كاينش حاجة الصبر كيما الصوم. هذه هي. صافي لازم واحد يغتنم الفرصة في هاد العشر أيام يخدم فيهم أكثر. نعم وي كاينه يخدم فيهم اكثر كاع وما كاش الخدمه كيما الرب سبحانه عز وجل. هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام، الاقتداء اقدم اي سنه وطبقها على الاقل وحده، ما نطلبوش منها اكثر. اتقوا الله ما استطعتم. احنا ما درنا لا هذه لا هذه. كيما الحاج شو اعتبر روحك راك تحج، شو واش يدير الحاج دير الفرق بينك وبينه هو يؤدي المناسك ليه، انت في عود تأدي المناسك تخلفها هنا في العشر الاواخر هذو. العشر الاوائل هذو باش يكون تكامل ما بيناتهم تساوي. والعباده فيها الصيام، فيها الذكر، وخير العباده ولا الذكر. تسبيح التهليل، قراءة القرآن، تحفيز الناس على قراءة القرآن باش الكتاب ما يضيعش. فهمتني؟ احنا رانا اتخذ هذا القرآن مهجورا. سي كارثة كبيرة. وفيه ثاني هذا يوم عظيم هو يوم عرفة في هذه العشر أيام. الوقوف في عرفة. يعني مين نزلت أعظم آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني عشرة مفضلة في السنة على كل حال، يعني لا أجر عظيم، يعني الإنسان ينتهز الفرصة في هذه العشرة هذه. حتى الله عز وجل قسم بهم في سورة الفجر. حتى الله تعالى يعني ذكرهم في سورة والفجر وليالي عشر، وهنا يقصد بالعشر هم العشر الأوائل من ذي الحجة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كان هذا هو موضوعنا للنهار اليوم. أنا ننصح نفسي وإياكم للتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركات. وإذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع ما عليكم غير ترسلونا على البريد الإلكتروني الداير أسفل الشاشة. أنا بقول غير نقول لكم تهلاو في روحتكم ونتلاقوا غدوة إن شاء الله في موضوع جديد.